السلام عليكم أهل مصر الغاليين. النهارده هقول لكم على حكاية كده حصلت من يومين. كالعادة الأستاذ أبو العيون أنتوا عارفين إن دايما شايف الدنيا سودة. قاعد مع الأستاذ شيحة واكل دماغه، فرحانين أوي بمصنع البطاطس. جيشنا ما عادش وراه حاجة إلا البطاطس. طبعا بيستغلوا عقول الناس الطيبين، ما بيقولوش الحقيقة. طبعا عايزك ترجع للأخبار العالمية من حوالي 72 ساعة أو أكتر، حاجة بسيطة. موقع جلوبال فاير باور المتخصص في تقييم الجيوش العالمية على مستوى العالم. الموقع ده بيختار الجيوش على أساس 50 عامل، مش على أساس ده قريب مين ولا ده يعرف مين. جه الترتيب بتاعه السنة دي إيه؟ في قفزة نوعية للجيش المصري. جه الأول أمريكا، التاني روسيا، التالت الصين، الرابع الهند. دول الأربعة الكبار. وبعدين جت اليابان، وجي ورا منها الجيش الكوري، وجي ورا منها بريطانيا، وجت مصر. مصر التاسع. عارف يعني ايه التاسع؟ يعني احنا اعظم دولة في الدول العربية وفي الشرق الاوسط كله. احنا من العشرة الكبار. احنا احسن من المانيا، احنا احسن من ايطاليا. وانت قاعد تاكل ودان الراجل وتقول له ما جيش البطاطس. طب انت عارف جيشك بيصنع سلاح من امتى؟ تعال اقول لك الحكايه بسرعه عشان تبقى قاعد كده فاهم الدنيا فيها ايه. جيشك بيصنع سلاح من ايام محمد علي باشا رحمه الله عليه، من ايام الملك فاروق. وجيشنا بيصنع الذخيره بتاعته. جه الزعيم عبد الناصر سنه 75 وعمل الهيئه العربيه للتصنيع. كانت شراكه مصريه سعوديه اماراتيه. في 93 بقت ملك خالص للدوله المصريه. بدأت الإنتاج الأول بتاعها سنة 75، اما الزعيم عبد الناصر عمل المقاتلة حلوان، طيارة اسمها حلوان 300. بدأنا بعد كده نصنع. احنا بنعمل الدبابة M1 A1. دي أبرزت أقوى شغل لها في الحرب العراقية. والدبابة دي إنتاج مصري بنسبة 95% من سنة 92. النهارده وصلنا ل 95% فيها صناعه مصريه. دبابه معروفه في سوق السلاح تماما. احنا من سنه 86 وبنعمل مدرعه فهد، تعتبر اخف مدرعه لنقل الجنود والمناورات، وخفيفه وسعرها قليل. عشان كده بنصدرها ل7 دول. ولك خد بقى المفاجاه ان احنا بياخدها مننا بعثات الامم المتحده في العالم كله. الدبابه دي تسليحها كويس جدا، 3 مدافع فيهم واحد 7.6، ودي حاجه كويسه جدا، 1500 طلقه. جينا بعد كده في سنة 2000 عملنا المدرعة سينا 200. دي 100% صناعة مصرية، ما فيهاش أي منتج غير مصري، وبتتصدر ل7 دول. جينا عملنا من سنة 2016 للنهارده بدأنا نطور في المدرعة فهد والمدرعة قادر لغاية ما وصلنا لأعلى حاجة. والدليل إن اتعمل عندنا في 2018 معرض إيدكس للسلاح. معرض إيدكس للسلاح ده معرض عالمي بيتم انعقاده كل سنة في دولة من الدول اللي بتصنع سلاح. فكون إن اتعمل عندك في 2018 يبقى أنت فعلا على أرض صلبة. الهيئة العربية للتصنيع بتنافس أكبر بيوت إنتاج الأسلحة في العالم. احنا النهارده عملنا طفره جديده اعلن عنها من خلال 3 4 شهور، المدفع الرشاش المتعدد. ودي تعتبر طفره نوعيه في مجال التصنيع المصري. مش كل ما يعرف يقال، ومش لازم احكي لك كل حاجه فيها ايه. انت بس خليك في اللي انت تعرفه وما تفتيش. ما تقعدش تقول لي جيش بطاطس وخالك يقول لي جيش مكرونه وانت ما انتش عارف حاجه. انت لولا جيشك ده ما كنتش هتفضل قاعد في بيتك وتتكلم وانت فخور قوي كده ومش شايل هم حاجه. الدوله اللي بيقع جيشها ما فيهاش حد. وشوف الناس اللي جايين قاعدين عندنا ضيوف دول جيوشهم راحت فين. النهارده لازم تبوس دماغ كل جندي مصري وتعرف ان لولاه ما كناش احنا قاعدين. مش كده ولا ايه؟